الحال من جديد جمعية الأخوين لوميير للسينما بمراكش بدار الطفل باعتبارها جمعية تهتم برعاية الطفل الإدماجي والتثقيفي، وذلك بتنشيط مجموعة من الورشات: السيناريو، المونتاج، الإخراج، وكذلك التصوير. أولا قبل كل شيء تنشكر الإخوان ديال جمعية الأخوين لوميير للسينما على هذه المبادرة الطيبة اللي جعلتنا اليوم كنا متكتفين وبينت على واحد الجهد ديال الاخوان الاطر التربويه هنا في المؤسسه، وكذلك الاطفال اللي تقريبا 4 ديال الورشات اللي هما مهمين في مجال ديال السينما. تكاتفت الجهود ودخلوا الاخوان والوليدات للقاعات على اساس الاستفاده. انا اتمنى من هذا المنبر وكنت نقولها دائما انه علاش لا انه ما يكونش واحد مبادره هنا داخل المؤسسه اللي نخلقوا فيها واحد المجموعه ديال الاعمال اللي هي سينمائيه، فيديو، يعني كل ما يتعلق بالتصوير. عندنا وليدات وعندنا ماده داخل المؤسسه اللي بتبدع في هذا المجال ديال السينما وديال ما هو سينمائي، ثقافي، مسرحي والى اخره. احنا بدورنا كمسؤولين فيما يتعلق بالانشطه التربويه داخل المؤسسه، اعطينا الوليدات كثير من الاعمال المسرحيه، من الرقص الجسدي، التصوير، الاخراج، ولكن اللي فات كي تيقولوا المثل المغربي اللي فاتك بليله فاتك بحيله، انه احنا تنعطيهم شي حاجه قليله، ولكن اليوم تبين بانه كاين جهد، كاينه واحد المجموعه تقنيات جديده في هذا المجال ديال 4 ولا 5 ديال الورشات. تنشكركم بزاف، واتمنى واقولها 3 مرات، اتمنى ان نفكر في هذه الدار وبالضبط في هذا المجال ديال السينما. العاتق على جمعيه ديال الاخوين لوميير للسينما انهم يفكروا فينا حتى حنا ويتفتح واحد المجال هنا على اساس انه نبدعون فيه. بادئ أديب كنقدم الشكر الجزيل لجمعيه الاخوين على هذه المبادره الطيبه اللي تركت واحد الصدى طيب في نفوس ديال المستفيدين من هذه الدار هذه، اللي بحق هذه الامور السمعيه البصريه كيجاوبوا معها بزاف الاطفال ديالنا خصوصا الشباب. والدليل على هذا هو انه حضروا بكثافه ومواظبين على هذه الورشات هذه. وكنقدموا بالشكر الجزيل مره اخرى لهذه الجمعيه هذه، كنطلب منها باش ما تبخلش علينا في هذا الميدان هذا، لانه هذه الامور الحيه العلميه الحيه هي الامور ديال العصر، كيجاو معها الاطفال كيلقاو فيها المتنفس ديالهم. اجمل ما كان من مبادرات بحال هكا انه جمعيات السينما راه ماشي معهد، ماشي اكاديميه، ماشي سينما، هما هاد الاعمال الفرديه والاعمال الجمعويه اللي تشجع الشباب انهم يقراوا السيناريو ويدخلوا وينضموا الاوراش ويبدعوا ويديروا افلام. المخرجين الكبار كلهم تعلموا في اوراش، تعلموا في مجموعات، تعلموا على انطلاق اخرين. ما نعولوش ديما اننا المؤسسات والمدارس الفلوسيه تعلمنا، ما تعلمناش. سي هاد الناس الامكانيات والمواهب راه مخبعه في مناطق بحال هكا. مثل تجي جمعيه وتقلب عليهم وتعطيهم تفرجوا من الافلام وتعطيهم اوراش، راه تنساعدوا انه باش نوصلوا السينما. تنشكروا الجمعيه بزاف هادشي اللي دارت مع الوليدات الصغار، وتنشكروا هاد الناس اللي عاطين وقتهم بزاف واللي استدعونا لهنايا، وتنشكروا هاد الناس اللي داروا هاد الافلام اللي جميله بزاف بهاد الامكانيات هذه وفرحوا هاد الناس هذو. كنشكر جمعيه الاخوين اللي دارت هاد المبادره الطيبه وحاولت جمعات الفنانين وجابتهم لقلب هذه الدار اللي هي عمرت تبارك الله بالطفوله والشباب اللي انا شخصيا تعودت نجي عندهم من فتره طويله، ودائما تلقى عندهم جديد، ودائما كنكتشف فيهم مواهب ومبدعين، ونتمنى ان شاء الله يخرجوا حتى هما الوجود، وعلاش لا يكونوا حتى هما بارزين في المجتمع، يعرفوهم الناس، ما يبقاوش غير مخبعين في قلب هذا الدار. وكما كان الحال كنقولوا راه الحمد لله بدا كيبان تقدم وكيبان تحسن على المستوى ديالهم، لانه ولاو كيستضيفوا بزاف ديال الناس عندهم، ولا هما كيخرجوا خارجات البلايص اخرين. واللي مهم
المهم من هذا الشيء هو انه يكونوا اطفال صغار وعندهم علاقه مع السينما، لانه السينما تبارك الله راه عندها حضاره وعندها واحد الوقت طويل باش كانت يعني ملي كنشوف طفل صغير كيناقش معايا فيلم، هذه كنعتبرها انايا شي حاجه زوينه ونتمنى لهم التوفيق. لما يزيد على 10 درجات مجموعه من المدارس، ولكن اللي اكتشفنا ان الطلاب اللي كانت عندنا تبارك الله عليهم كانت عندهم واحد الكفاءه وكان عندهم واحد الاهتمام وكان عندهم واحد القابليه ديال الاستماع وكانوا الاسئله ديالهم كبر من السن ديالهم تبارك الله عليكم. كنتمنى لكم تكونوا في حياتكم وباش توصلوا باش تحققوا داكشي اللي كتحققوا. لذا كل واحد فيكم عنده أمنية، كل واحد فيكم كيتمنى يكون شي حاجة، كل واحد فيكم عنده هدف، وراه كل واحد فيكم يمكن يوصل للهدف ديالو إذا كان عنده طموح وكيجتهد لا بد يوصل داكشي.